أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من الحلقة الخاصة بشركة مولاي إبراهيم للأشغال الكبرى في برنامجكم نقاش في العمق الذي يأتيكم عبر قناة الأجواء. ومتابعة لهذه القضية الشائكة ورغبة منا معرفة تفاصيل وحيثيات هذه الشركة التي تعرضت للنصب والاحتيال على ذمة مالكها، قامت قناة الأجواء بالتنقل إلى مقر هذه الشركة الكائن مقرها بولاية المنيعة لتنقل لكم كل صغيرة وكبيرة. لكن قبل هذا يلتحق بنا عبر الهاتف من تركيا السيد مولاي إبراهيم عبد الكريم مدير هذه الشركة. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك. سيد عبد الكريم، في بداية نقاش هذه القضية حول شركتكم، سؤالي لك ما هو الجديد حول قضيتكم؟ السلام عليكم قبل كل شيء. وعليكم السلام. رانا نتسنوا إن شاء الله في الجديد. نعم. أحكي لك شيء حبيت نعاود نحكي عليهم. نعم تفضل سيد عبد الكريم. كاين شي امور كما مثلنا الاشخاص اللي باعوا لي الماتيريال في المنيعه واضرار. نعم. وهرا هاد الاشخاص هادو. نعم. زعما نفهم شويه ان شاء الله نفهم الناس نفهم الدوله تاعنا هاد الاشخاص شكون هما. نعم تفضل سيد عبد الكريم. واحد في هاد الاشخاص هو اللي كان عنده شكل يتفهم بعد فيه شكل 20 مليار. هذا راه متابع به قضائيا. نعم. لو أعطته المحكمة عامين حبس وبثبوت السرقة، وهذا الإنسان راه متواجد دركا حاليا في فرنسا. نعم. دخلنا الحبس بالقضية هذه تاع سرقة الشيكات عاود خرج. المهم هذا الشخص هذا كان يخدم في لافاج، يغسل الطوموبيلات في لافاج. نعم. أنا نرجعوا للتاريخ، هذا الشكل اللي تفهم. بصح أنا باغي هذا الشخص هذا الأول هذا. نعم. قبل الشركة هذيك هذا الشخص يفتحوا تحقيق عليه إذا عنده غير بيلون فيسكال واحد. نعم. ويملك لا مليار ولا 2 ملاير، معليش نقبلوا. وإلى هذا الشخص هذا باع شركتي أنا. نعم. باع لها ب50 مليون ولا يجيب لها ثبوت حاجة يثبت باللي هاد الأشخاص باعوا لشركتي شي حاجة. معليش نقبل بهذه الإجراءات. صح الناس ما عندهمش حتى وثيقة واش باع لشركتي. كيفاش أنا اللي ما فهمتش كيفاش تم باعوا لي ماتيريال ب 30 مليار باعوه ب 30 مليار بطريقه غير عاديه. السيد عبد الكريم انا الشيء اللي اللي فهمته من قصدك في بيع الشركه، قاموا ببيع الشركه بدون علمك. ما كانش اصلا شوف اي حكم صدر في حقي انا. نعم. ما كانش تبرير واحد، لا يوجد حتى تبرير. باش كي جاو يديروا الحجوزات وداروا هذه الامور. نعم. الويسي هذا المحضر القضائي متواطئ معاه 200%. ما كانش تبليغ وصلنا، تبليغ واحد، تبليغ واحد ما نعم. كانش. كان يدير التعليق، والتعليق هذا ما شفناش وين كان يديروا. القانون التجاري فيه ثغرات. نعم. فيه ثغرات. كما المحضر القضائي عنده ثغره هذه تاع التعليق، عنده حجه بها. نعم. القضائي يعرفني انا شخصيا. نعم. ونرجعوا للتحقيق. نعم. نرجعوا ان هذا الانسان كان يعيط لي في التليفون يهضر معايا. نعم. الريفي تاع التليفون كاين كلش كاين. يبعث لي ميساج يعيط لي. كيفاش نهار اللي ولات الحجوزات ما عيطليش؟ عيط له ما يردش عليا. باش غير يعطيني الامر تاع الحز. انا كنت متمني هذا المحضر القضائي قاعد لم يصلك اي تبليغ سيد عبد الكريم، هذا هو المقصود من كلامك. طيب سيد عبد الكريم أنت لم تتلقى أي تبليغات، كيف حتى عرفت أنه الشركة أصبحت محجوزة وأيضا تعرضت للنصب والاحتيال؟ جاو حجزوا بالمحضر القضائي. نعم. جاب معاه منه حجزوا قال الماتريال وخرجوا الخدامة. نعم. طريقة عجيبة، بواحد الطريقة كيفاش داروا هذه الأمور طريقة عجيبة جدا. نعم. أنا كنت متمنى كانوا كثير يدخلوا والشيكات اللي جابوهم هادو فيهم 30 مليار. كنا البروجيات اللي جبناهم ب 140 مليار ولا 150 مليار. نعم. 200 مليار كما مش عارفة. نعم. شحال. كان
نقدروا يدخلوا الدراهم الكونت يحجزوا عليها ويخلصوا هاد الشيك، ومن بعد حنا رانا معاه في العداله. هذا الانسان هذا اللي يدفع لي شيك نعم. ما تكونش زعما ضربه قاسيه كيما كيبيعوا الماتيريال او دركا كي انايا نجيب احكام على هاد الشيك هذا. نعم. ويصرف كيما كاين احكام على الشيك، شكون يقدر يرجع لي العدد تاعي 130 مليار؟ هذا هو المفهوم. هذاك الانسان ما عنده حتى حاجه، وراه في فرنسا ممكن ما يعاودش يرجع للجزائر. يعني هذا السيد في فرنسا متواجد الآن؟ ماهوش متواجد في التراب الوطني. نعم. شكون دركا يقدر يرجع هذا الماتيريال؟ شكون يقدر يرجع هذا ربما نعم سيد عبد الكريم، يعني ربما بالعدالة أو يعني أيضا لديكم إثباتات وأدلة هي من يعني تمكنكم باسترجاع كل الأموال التي تحدثت عنها. ان شاء الله رانا نحاولوا ان شاء الله على العداله تاعنا ان شاء الله، وعندنا ثقه كبيره في العداله. نعم. رانا نحاولوا ان شاء الله. بصح شوفي حبيت نحكي لك على الانسان اللي زعما اللي دانا الدراهم بزاف، والانسان اللي عصابه، صح عصابه. نعم. نقولوا عصابه. قلت لك حبيت نحكي لك على انسان اخر. نعم تفضل سيد عبد الكريم. قلت لك هاد اللي باعوا العتاد هادو اشخاص واحد اخرين. نعم. سرقوا الشيكات وباعوا العتاد. هادو ناس واحد اخرين. نحكوا نعم. على الانسان الاول اللي دا دراهم كبار. الانسان الاول هذا الشركه تاعها متواجده، راني حكيت عليه الخطره اللي فاتت، الشركه متواجده في الرغايه. نعم. منتج نام. نعم. الشركه متواجده في الرغايه، وشركه معروفه تبيع الحديد وتبيع الحطب. نعم. هذه الشركه نصبت على كثير من المقاولين من بينهم انا. نعم. نصبت على سينات طيب سيد عبد الكريم، أنت تقول الشركة نصبت عليك وعلى العديد من المقاولين، لديك إثباتات وأدلة تثبت بهذه الشركة بالنصب عليك؟ عندي كل الإثباتات. نعم. كل أنا مادام راني مستعد باش نجي. نعم. نتشارع أنا وياهم ونتحاكم أنا وياهم في عدالة نزيهة، وإن شاء الله عدالتنا راه ما شاء الله. إن شاء الله، الحمد لله، عدالة تكون نزيهة إن شاء الله سيد عبد الكريم. الحمد لله. بركة عندي أمل كبير باللي نقدر نرجع. نعم. عند هذا الإنسان هذا. نعم. هذا الإنسان قلت لك هذا الإنسان هذا مغتصب تاع دراهم الناس. شوفي كاين جوج أشخاص مقاولين ماتوا عندهم شهر بركة من اللي توفاوا. رحمهم الله. سببهم هذا الإنسان هذا. نعم. ويعني تبدأ التحقيقات سواء الأمن إن شاء الله يثبت كل شيء. إن شاء الله سيد عبد الكريم. يعني أنت الآن متواجد بتركيا، ويعني سبب دخولك إلى الجزائر كنت ذكرت في العدد السابق أنه ليس يتعلق الأمر بالعدالة، ربما مع هذا الأشخاص. طيب يعني أنت ما قولك عن هذه النقطة؟ كما نقولوا متسلط علينا بقوة. نعم. مش قال بقوة زعما. نعم. أنا قلت لك شوفي كاين واحد الأمور باينة، يعني كي نحكيها درك الأمن يحقق فيها تم يجيبوه. نعم. أمور باينة زعما. ربما توضح لنا السيد عبد الكريم هذه الأمور؟ معليش دوك نقول لك الأمور. نعم. شوفي حاجة دار الإتراس هادو هما البساجة ولا يسموهم الكيمبيالة باللغة العربية. نعم. الكيمبيالة في الكونت تاعي راني حكيت عليها الخطرة اللي فاتت. نعم. كيفاش يدير الكيمبيالة؟ يدير مثلا الكيمبيالة يدير فيها 10 ملايين الكيمبيالة. نعم. الكاشي ونزيدك معلومة، الكاشي تاعي راه عنده، راه كانت جاي عليا سارقو زعما بالسيف. يعني سيد عبد الكريم فقط هذه النقطة، يعني بالنسبة للكاشي يعني للختم، أنت اللي أعطيت له هذا الكاشي ولا هو يعني ادها من عندك بطريقة غير يعني شرعية أو سرقة؟ بطريقة غير شرعية. نعم. وكاين دليل وين يكاشوا به، كاين كل شيء، كاين كل الدلائل كاين. يعني تثبت كل الأدلة. كل الأدلة كاينين ونثبتهم بالوحدة كي نبدو في التحقيقات. نعم. نثبتوا ليه. شوفي كان يدير هذه اللاطرات هذه الكيمبيالة، كان يحطها مثلا في الكونت تاعو. نعم. في البنك تاعو هو راه واخد عليها قرض، يعني كي يدير 10 ملايين هذيك 10 ملايين ياخذها في نفس اليوم. نعم. المبلغ هذاك يروح يخدم به هو، واش يدير به الله اعلم. فهمتي يعني يستعمل هذاك المبلغ. نعم. وانا يلحقني بعد 3 اشهر واش كان يدير؟ كان يبعث الخدامه نتاعو يروحوا للبنكات. نعم. في الجزائر مع كميه البنكات كاع يديروا ذاك المبلغ الكونت تاعي بعد 3 اشهر ويخلص المبلغ. نعم. يعاود 3 واحده اخرى في نفس اليوم ثاني كي تكمل المده تاع 3 اشهر
يعاود تراث واحده اخرى ويزيد يدفعها. يعني كان كما نقولوا لي تراث يدير مثلا في الشهر يدير 40 30 مليار. هذيك 40 30 مليار هو يستعملها في نفس اليوم ويشدها عند 3 اشهر. هذا ثاني تبييض اموال. هذا تبييض اموال وتبييض اموال بامتياز، ما فيش زعما كلام. نعم. هو يروح يخلص ديكلاطرات، هو يروح يخلصها. يبعث الخدامه نتاعو هو يخلصها، والخدامه نتاعو هادو راهم باينين فلان فلان فلان. ويوجد لي بنك، كاين مدير البنك تاعي انا. يستدعوا مدير البنك ان شاء الله. راني دفعت القضيه وقضيه تحقيق انا يعني مدير البنك موافق يعني على ان يدلي بكل التصريحات؟ مش موافق، لازم يجي. مش موافق، ما لازموش يوافق. أول كل القضية إلى العدالة. وأنت مستعد أن تواجه يعني كل الأمور التي تتعلق بالعدالة، أو مع حتى هذه الأشخاص الذين يعني قاموا بالنهب والسرقة لشركتكم؟ كل نواجههم. المهم أنا نتمنى يعني هاد الناس هادو نواجههم في عدالة إن شاء الله، وفي عدالة الجزائر الجديدة إن شاء الله. باش ما يكون زعما كان لي زانتيرفونسيون يعرف فلان ويعرف فلان. فهمتي؟ يعني يكون امور واضحه، ماني خايف من حتى واحد انا. سبحانه. نعم سيد عبد الكريم، وخاصة نحن اليوم في سنة 2022 والسيد رئيس الجمهورية وأيضا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن يعني سلطوا الضوء على أن تكون سنة جديدة، سنة مليئة يعني بالاقتصاد الوطني والانتعاش، أيضا سنة يعني تكون كما قال رئيس الجمهورية والوزير الأول يعني تكون الجزائر الجديدة، يعني ليست بالكلمة فقط بل بالإنجازات. فيك يعني أنك تقدم يعني كلمة في حول قضيتكم إلى السلطات المعنية. معليش الأخت كانت خليني غير نكمل لك هادو. نعم تفضل سيد عبد الكريم تفضل. لك شوفي هاد لي ثلاث اللي كانوا يديرهم كانوا يتعاودوا المبلغ طلع ل 350 ولا 400 مليار. نعم فهمتي؟ نعم. انا لي بونك اللي كان يتعامل معاهم هو اللي كان يدير فيهم ناطرات، كل لي بونك نعرفهم. كاين لا بادر، تريس بونك، كاين ناطر تكسيس، كاين لا جي بي، وكاين البيانا والبيان دي باريبا. نعم. يعني السلطات تاعنا تروح تحقق مع هاد لي بونك، تلقى هاد الانسان اللي تريس كان يديرهم في هاد لي بونك. نعم. كان يبعث الخدمه تاعو اللي يخلصوا لاطريس. وعندي حاجه واحده اخرى. نعم. عندي حاجه اخرى. واحد اليوم جاني قال لي باللي يا ما نقدرش ندير لاطريس باسمك، جيب لي واحد تعرفوه باش ندير باسمه لاطريس. نعم. وقعد يكتب فيا وانا ما لقيت ما ندير. يعني كان عندي واحد ولد اختي كان عنده ريجيست كوميرس داروا لي تريس ب 50 مليار. نعم. هذا ولد اختي خدم حتى 100 مليون. داروا 50 مليار. يعني هادو راني نحكي على دي بروف كاينين وقائع. يعني عندك كل الأدلة. أدلة كبار. نعم. أنا شوف واش نقول لك واش دار. نعم. هذا 400 مليار كومبلي دارها دي فاكتور من الحديد ومن اللوح. أنا هذا 400 مليار تاع لي فاكتور هذه تبني لنا كاع الصحراء، تبني ثمرات، أضرار، المنيعة، غرداية. طبعا تساهم في العديد من المشاريع أيضا. هذا هو دار هذا الفكرات بعد دار لي دي فاكتور. دار لي على هذه المقامات تاع لي ثلاث فيها واحد حوالي 400 ولا 350 مليار. نعم. هذه 350 مليار حديد كانت تجي الارض الواقع تبني الصحراء كامل. نعم. يعني هذا راه كيما نقولوا عشرات البواخر تاع الحديد. نعم. يعني ما كيفاش انا واش ندير به هذا الحديد هذا؟ واش ندير؟ ونتحداه اذا يقدر يجيب غير انسان واحد. نعم. يحط لي الحديد، جاب لنا الحديد للصحراء ولا جاب لنا الحديد وين نخدموا؟ نتحداه. طيب سيد عبد الكريم، الوقت يعني يداهمنا. ممكن يعني في نهاية هذا الحديث أو التفصيل حول قضية شركتكم فيك أن تقدم يعني كلمة
أو انا طلب بالنسبة لك وللسلطات أيضا، لأنه نحن تنقلنا كما كنت ذكرت منذ قليل إلى ولاية المنيعة بالضبط، أمام مقر الشركة يعني، وتقربنا أكثر وحاولنا يعني معرفة كل التفاصيل حول الشركة. تفضل سيد عبد الكريم. انا شوفي الكلمه اللي نقولها، نوجه كلمتي نعم. لرئيس الجمهوريه نعم. مجيد تبون ان شاء الله، إن شاء الله. ربي يحفظه ان شاء الله. آمين إن شاء الله. يعني مجهودات كبيره، شفتوا راه ينصف الناس الطاويلين وواقف مع الناس، يعني نتمنى الصوت تاعي يلحق عنده. هو وزير العدل، نعم. الوزير الاول. احنا رانا كان عندنا شركه فيها 250 عامل من الصحراء. نعم. يعني احنا المعامله نتاعنا يعني تكون شويه خاصه. رانا في اقصى الجنوب. نعم. وكنا ننشطوا مليح ونخدموا مليح، وزعما ديجان صغار، ماناش نعم. ناس كبار بس. انا مازال راني صغير، مازال واني مستعد. قلت لك راني مستعد نجي نقابل في العداله. انا يكلموني اليوم يقولوا لي عبد الكريم ادخل، يكلموني السلطات تاعنا. نعم. يقولوا لي عبد الكريم ادخل اليوم يعيطوا لي السلطات. مستعد يعني إلى الدخول. نعم. ندخل الجزائر، ندخل اليوم في الليل. نعم. انا الا التحرك تاع الجهات الرسميه تتحرك باش نقدر ندخل. نعم. باش خاطر تما كي تتحرك الجهات الرسميه والرئيس يكون في خبر وهذه الامور هذه، على بالي ما يقدروش يحقروني. إن شاء الله سيد عبد الكريم. هذوك الناس حقارين وحقروا بزاف، حقروا بزاف العباد وداو بزاف اموال الناس. نعم سيد عبد الكريم، إن شاء الله رسالتك يعني تكون وصلت إلى السلطات المعنية. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله سيد عبد الكريم. نشكرك سيد عبد الكريم على الاتصال. إن شاء الله. بارك الله فيك بركة. شكرا سيد عبد الكريم. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا هو اتصالنا مع سيد عبد الكريم ليوضح أكثر حول قضية شركتهم وتعرض الشركة للنصب والاحتيال. إذا الآن مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم لمتابعة تفاصيل هذه الشركة عن قرب من عين المكان بولاية المنيعة. إذا تابعوا معنا. مرحبا بكم. أكيد اليوم كامل راكم تتساءلوا وين رانا متواجدين. راح نقول لكم. شاب في مقتبل العمر، 26 سنة، أسس شركة وسمى هذه الشركة شركة مولاي إبراهيم للأشغال الكبرى، المتواجدة بولاية المنيعة في الجنوب الجزائري. هذا الشاب اللي أسس الشركة الآن هو متواجد في تركيا، وكان يعمل عند هذا الشاب 250 عامل، وهؤلاء العمال اليوم أصبحوا بدون عمل. في رأيكم علاش؟ لأنه هذه الشركة تعرضت للسرقة، وإحنا كنا ناقشنا في العدد السابق في برنامج نقاش في العمق يعني حول كل هذه الشركة وتعرضها للسرقة، لكن هذا لا يكفي لأنه نعرف كل تفاصيل هذه الشركة وسبب تعرضها أيضا للسرقة. فقناة الأجواء تنقلت إلى ولاية المنيعة كي ترصد لكم كل تفاصيل هذه الشركة وتعرضها للسرقة، وأيضا آراء العمال. في رأيكم هل يحق لهؤلاء الشباب أن يعودوا إلى العمل؟ هل لهذه الشركة العودة أيضا إلى العمل؟ وخاصة هذه الشركة يعني كانت تساهم في مجالات كثيرة في الأشغال العمومية وحتى أيضا في القطاع الفلاحي. واليوم كما نعرفوا وكما كنا تابعنا أيضا، رئيس الجمهورية سلط الضوء على مناطق الظل، وهذا الشركة في منطقة من مناطق الظل، والمنيعة معروفة بمنطقة من مناطق الظل، والصورة أيضا تعبر منطقة من مناطق الظل.
حبينا نتقربوا أيضا للعمال ونعرفوا كيف كان السيد عبد الكريم يعاملهم، أيضا يعطونا بعض التفاصيل كيفاش حتى تعرضت هذا الشركة للسرقة. العمال راهم متواجدين معنا اليوم، تبعوا معنا ما تروحوش بعيد. كنت قلت لكم منذ قليل مشاهدينا الكرام، العمال راهم متواجدين معنا، والأسئلة اللي كنا أطرحتها منذ قليل نحوسوا على الإجابة ديالها مع العمال. نروحوا الأول عامل راه معنا اليوم. مرحبا بك معنا. بك وهلا. ممكن الاسم الكريم؟ غزية الحسين. الله يبارك. زياد، أنت كنت تخدم في هذه الشركة، شركة مولاي إبراهيم للأشغال الكبرى. يعني خلال يعني عملك في هذا الشركة، كيف كان السيد يعني عبد الكريم يعاملكم وطريقة المعاملة قبل ما نروحوا يعني لتعرض الشركة للسرقة؟ طريقة جيدة كانت المعاملة نتاعو، أحسن. وانتم اليوم يعني تعرضت هذه الشركة للسرقة، حابين تعود ترجع الشركة تفتح ولا ما راكمش حابين ترجعوا للخدمة ولا لا؟ ماذا بينا ترجعنا الشركة، ماذا بينا ترجع الشركة ويرجعوا العمال اللي كانوا فيها وتستمر في العمل تاعها إن شاء الله. طيب، طالما أنتم حابين الشركة يعني ترجع للعمل، وإحنا كنا ذكرنا وأيضا تحدثنا في العدد السابق كانت تعرضت للسرقة، أنت كنت حاضر لما تعرضت هذه الشركة للسرقة؟ لكن أنا سما خدامة من بعد سكرت الشركة في ظرف وجيز سما. يعني أسباب مجهولة راهي. هذا كيفاه. إذن يعني أنت ممكن تقول لنا ولا تقدر توجه كلمة أيضا للسلطات المعنية حول هذه الشركة، ويعني ويعاود يدخل السيد عبد الكريم اللي راه متواجد في تركيا للجزائر. ان شاء الله احنا ماذا بينا السلطات المعنيه تشوف لنا في هذا الامر هذا باش يرجع الاخ ان شاء الله هنا للبلد وتستمر الشركه هذه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اذا قضيه تاع شيكات مسروقين، ودوك الشيكات داروا عليهم حجوزات وما كانوش يبلغوا. النهار اللي خرجوا له الامر بالقبض كانوا يبعثوا له في ادريس فوق فاهمه، ومن بعد خرج له الامر بالقبض وجاو هنايا وداروا الحجوزات وباعوا نورمال في ظرف واجب. مين ما تحققوش اسكو هاد الشيكات قدمنا شكاوي قريب 17 شكوى رفضت. هذا ما كان ان شاء الله بربي ان شاء الله ينصفوه ويدخل رئيس الجمهوريه في هذه القضيه هذه ويرجع للبلاد ويعاودوا له الاحكام تاعو، يعاودوا الشرع تاعو، يعاودوا له مضارب جديد. راه ظالم هو يا خويا، العداله هي تاخذ فيها، ولا مظلوم ينصفوه ويردوا له رزقه هذا اللي راه. طيب، احنا قبل ما نروحوا للمزرعه ربما عندك كلمه توجهها للسلطات المعنيه. دائما احنا نقول السلطات المعنيه وخاصة رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية اليوم راه يشجع الاقتصاد ويشجع الاقتصاد في الجنوب الجزائري ويشجع أيضا خاصة مناطق الظل. ممكن يعني الكلمة توجهها أنا نوجه نداء الرئيس الجمهورية إنه يتدخل في هذه القضية هذه، ووزير العدل، ويفتحوا التحقيق معمق في القضية هذه ويبانوا الامور الخيوط هذه اللي كيفاسرها وتبان القضيه ان شاء الله بربي ان شاء الله. عرف واحد احمد الشيخ صديق مقرب للعائله، نعرفوا احنا مولاي ابراهيم عبد الكريم ملي كان صغير كابر معنا، نعرفوا مليح ومش لابس البطاله. هنا كان داير ثاني مركز تكوين يعني. هنا في هذا المكان يعني كان مركز الشباب تعلم منه، ما هو لا يخدموا دراهم ويجوا يتعلموا في كان اللي عندهم صعوبات باش يروحوا التكوين يدوموندوهم لا سيونتي ولا الاخر. هو هنا كاينين شباب يتعلموا يخدموا ويزيدوا يتعلموا، وكان مساهم في عده نعرفوا بلي يساهم، كان مساهم. عندنا بار اكزومبل في الجائحه تاع كورونا هذه اللي فاتت، وكان جانا تركبنا فيه حقيقه، تركبنا فيه، وكان جا هنا عبد الكريم
مولاي ابراهيم هنا في جائحه تاع كورونا ما نحتاجوش نديروا تيلوطون ونفتحوا بيروات لمدود الدراهم. يعني كان هو يساهم في مساعدة الناس. يساهم في حاجة كبيرة، يساهم كلش بالدراهم وبالماتريال، وجينا الحملات تاع النو يخش ماتريال، وايامات العيد في الاضحى يقسم. جائحة كورونا تنكبنا فيه. من يعني ما كانش يبخل عليكم بحتى حاجة. ما يبخلش. دائما يدو في جيبه ما يبخلش. انسان نعرفوه من صغره، من عائلة شريفة، عائلة محافظة نعرفوه ومعروفين هنا في البلاد، وكابر معنا في البلاد، وعنده النيف على ولاد البلاد. عنده النيف كبير على ولاد البلاد. اليوم راهي الكاميرا قدامك، يعني رسالتك اللي توجهها للسلطات المعنية وإلى رئيس الجمهورية أيضا حول قضية عبد الكريم. وحنا نعرفوا راهو اليوم في الطرق ما راهوش قادر يدخل الجزائر، وراهو يطالب يعني من السلطات أيضا يوفروا له الضمانات باش يدخل الجزائر، ومستعد أنه يواجه كل يعني العقوبات اللي يتعرض. تفضل. احنا من هذا المنبر ما عندناش شك في الجزائر الجديدة هذه، ما عندناش شك فيها. من هذا المنبر ناشد وزير العدل رئيس الجمهورية باش يخرجوا لنا في هذه، يحطوا لنا بعين الاعتبار. تفرع هارب باقي يجي مش هارب، راه خايف، مش هارب. الناس تقول راه هرب، خايف. ماذا بينا احنا يدخل البلاد ويتمثل قدام القضاء، واللي راه مظلوم يعطوه حقه، واللي راه ظالم يخلص. حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي داروا له كيما كيشتوا لنا هاد الشركه. ان شاء الله هاد الشركه ترجع الى مجاريها يعني، ويرجعوا كامل العمال ليها، ويرجع السيد ايضا عبد الكريم من تركيا للجزائر ان شاء الله. هذا بينا احنا امورها مريضه، بيو ذكر راه جاي، راه بيو مريض جاي في الطريق. ماذا بينا يجي لدارهم يشوف امورها مش تحبس بك. خلاص مو مسكينه راه مش فاريها بياض من البكي. هذا بيه تجي عيطوا له يجي، وما عندناش شك احنا في العداله الجزائريه، ما عندناش شك. ماذا بينا يدخلوا ويجي يا خويا اللي راه غالب يخلص واللي راهم ظالمينه، وحنا على بالنا باللي مظلوم. من هذا المنبر وانا نقول فيها الكاميرا تصور باللي مظلوم في ظرف وجيز سكرت الشركه. فينا احنا العمال باش يجي يلقى غير باسيتياسيو تاعهم العمال. الناس راه تسالوا، راه كاين رب وكاين عداله الهيه، راه ثاني كاين 250 عائله راه مريحه. شكون بها؟ على الاقل يجي يريقل وضعيته مع العمال هادو ويدير مال شركته ويخدم، وعنده مزرعه وعنده كان كاسور من مثلا، كاين كان كاسور عنده كل الماتيريال وحجزوه. يعني انت كنت خدام في هذه الشركه من النهار اللي فتحت ولا بعد ما فتحت؟ يا ودي انا قلت له انا قبل ما تفتح ديك الساعه كان يخدم المليان، وعاود فتحت الشركه وقلت له ملي بدات الشركه هذيك قلت له اذا هذه الشركه كي كانت تخدم قبل ما تتعرض للسرقه، نظن انه ساهمت في يعني العديد من كما ذكرنا تعقيد الطرقات حتى الفلاحه. نظن ممكن توضح لنا اكثر؟ كان معناتها يساهم في كل كان في الطرقات، كان في الفلاحه. وهذه الشركه كان فيها 250 خدام ومتعمل بينهم. هذه ال 250 خدام يعني والسيد عبد الكريم لما فتح هذه الشركه قضى على البطاله. تقريبا قضى على البطاله، ولكن للاسف صار اللي صار. وفي المنيعه هنا رانا كما نشوفوا بلاصه تعتبر من مناطق الظل يعني. نعم اكثر من الظل كاع. كاش كل صرا وكنا نخدموا فيها وكانت 250 عامل عليها يخدموا. فجاه صرا اللي صرا، قال حبسوا هذا في صرا وصبح السي عبد الكريم ماشي من البلاد. واليوم انتم كيما راكمش خدامين وحبست الشركه، كيفاش راكم عايشين؟ هذيك يلا نهار نخدموا نهار هاك نهار. وبالنسبه اللي ماهمش قادرين يخدموا ولا ما لقاوش خدمه، يعني نظن عندهم عائلات، عندهم عائلات. كاين راه عايش الناس هكا يذوقوه الناس هكا. كاين مولا خير يذوقوه. إذا بدا خدمه يخدم. ماشي خدمه مريح خدام. هذا الشاب من مواليد 1982 من 1999 مع أخوه اللي كان هيكل في المؤسسة، وطاح لمرضى لحد المؤسسة مؤسسة الأشغال الكبرى في 2014. وحقيقة كان مساهم في عدة ولايات، ولاية ورقلة، ولاية غرداية، ولاية المنيعة، ولاية عين صالح، ومراست أضرار، وشارك وخدم فيهم، وخدم في طريق النيجير، وعدة طرقات داخل المدينة وخارج المدينة طريق المنيعة، وخدم. وحقيقة نشهدوا له شهادة
أنه كان يساهم في الصدقات، أنه في عيد الأضحى يقسم أكثر من 100 تضحية للفقراء، وكان يساهم في المرضى، وكان يساهم حقيقة حتى في وقت اللي تنزل الامطار في المدينه المسالك باش نسلكها الطرقات، وكان يشارك في الماتريال نتاعو في دعم الدوله، وكذلك الرياضيين كان يدير لهم الملاعب نتاع الكره الحديديه واصحاب الفروسيه، كان يساهم من عنده ويخدم لهم بدون مقابل. نعرف بلي انها المزرعه اليوم مازال عندها اريتي ودخلت المزاد، فاين نحن من هذا ومن ذاك؟ فأين نحن منه؟ فإنها نعرف بأنها لازم تكون عندها شرط فسخ العقود باش تكون ملك للشخص باش تدخل المزاد، أنها نشوفوا فيها في مؤامرة وتباع الماتريال نتاعو في المزاد. حقيقة القول أنا ناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير العدل من هذا المنبر، كما نعترف بأنه السيد رئيس الجمهورية أنه تقيد مناصب في ولاية أضرار ويعرف ما معنى الشرفاء، وهذا السيد مولاي عبد الكريم من عائلة شريفة خلوق متربي ومعروف حق الشرفاء، يعرفها السيد عبد المجيد تبون كل هذا، وما عندناش شك في أصالة عبد المجيد تبون بحقيقة القول أنه رئيس الجمهورية، ونعترف له بالجزائر الجديدة ودعم الشباب. فلهذا أين نحن من هذا؟ فإنه هذا الشاب الطموح أنه يريد استرجاعه إلى الوطن من دولة تركيا، ونحن مستعد يوقف أمام العدالة ولكل حق حقه. هذا الشاب اللي كان يقدم ويشارك في أنه يشارك في الاقتصاد الدولة فيها وامتصاص البطالة أكثر من 700 عامل في هذه الولايات اللي ذكرناها سابق ذكرهما، ولهذا أنه كان في فكره باش يدير أنها مزرعة نموذجية اللي تشارك في سلة الدولة الجزائرية. فلهذا ماذا بينا من حقنا ورانا واقفين اليوم وقدوة مع هذا الشباب ومتضامنين مع هذا الشاب باش يكون يرد الاعتبار لهذه الولاية ولهذه الولايات. وماذا بينا رئيس الجمهورية رانا مكلفين رافع عنقك السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وما عندناش شك فيك وعندنا فيك الثقة الكبيرة أنت والسيد وزير العدل باش تاخذوا هذا الموقف موقف عادل، واخونا عبد الكريم مستعد يجي امام العداله وتكون نزاهه وتكون تطبيق قوانين المعمول بها المشرع بها القانون هذا. اهلا وسهلا، مرحبا بقناه الاجواء عندنا هنايا. الاخ هذا عبد الكريم مولاي هذا صديقنا وخدمنا معاه ونعرفوه، وهو انسان هذا ماهوش هارب من العداله ولا كما نقولوا ما عندوش مشكله. هو قال لك يا خويا يحوس ضمانات ويدخل بها وتكون العداله نزيهه وخلاص، هذا ما كان. ولا راه قال لك محسوب لا راني ظالم نخلص، ولا راهم ظالمين يرجعوا لي حقي وخلاص، هذا ما كان. ونطالب رئيس الجمهوريه ان شاء الله يتدخل شخصيا في القضيه هذه، وان شاء الله صوتنا يلحق ان شاء الله السلطات نطالبوا بالعداله الجزائريه، انه يدخل مولاي عبد الكريم يدخل الجزائر ويتحاكم في محاكمه قضائيه عادله نزيهه، ونشوفوا المطالب تاعو ونشوفوا العداله كيفاش هذاك. لاخاطر باسكو كاع المقاولين كاع راهم في ازمه، وحنا عندنا هنا في المنيعه كان مخدم شباب، وكاين كيما نقولوا اعداء النجاح هادو معروفين في اي بلاصه، كاع شواريك كبار يحوسوا باش يطيحوا قلنا شركه من شواريك باش يطلعوا في الاسهم تاعهم. حنا ماذا بينا نطالبوا باش يعاود يرجع هذا مولاي عبد الكريم البراهيم، يرجع هنا للمنيعه ويعاود يشوفوا المحاكمه القضائيه ويعاود ينتج البروجي نتاعو ويعاود يخدم لنا لجان يطلق لنا الامورات شويه تمشي. وان شاء الله نطلب من الرئيس تبوني انه يتسامح معاه، ونطلب من المحكمه القضائيه تتسامح معاه. وهو احنا نعرفوا احنا هنا باللي ناس ملاح في المنيعه، وعنده كان فاتح هنايا دار تاع خير في الجزائر، فاتحه كيما نقولوا للناس مرضى تطلع من هنا من المنيعه تلقى وين تبات وين تاكل وين تشرب. دركي ما عادش كاينه سما نحوها. نطلبوا من العداله الجزائريه انه توافق مع السيد مولاي عبد الكريم. اولا وقبل كل شيء نشكر قناه الاجواء على هذا التحقيق اللي راه دير فيه فيما يخص اخينا عبد الكريم مولاي المقاول الشاب الذي يعني كان يشهد له القاصي والداني، وانا نعرف بروحي انني قريب من العائله
يعني كان الانسان هذا خدام، انسان ملتزم بكل الامور تاع الشركه نتاعو تمشي مليح، خدمت انجازات كبيره هنا في البلاد، حيث انها قامت بتعبيد طرق المدينه كلها. ولكن يعني شاء القدر وشاءت الايدي، يعني الله ان شاء الله يتوب علينا جميعا، أن الشركه نتاعو هذه بين ليله وضحاها اصبحت في خبر كان، حيث تم الحجز على جميع ممتلكاتها وبيعها في مزاد علني، يعني مما خلف تشرد ما يقارب 250 عائله، يعني هذا عدد العمال اللي كانوا معه، يعني بغير وجه حق، وهو يعني اضطر انه يخرج من البلاد، يعني ما عرفش كيف يدير، ما عرف كيف يصرع هذا الامر هذا، يعني مما ادى الى تشرد هذه العائلات. والانسان هذا يعني الشهاده لله انه كان يعرفوا الفقير، يعرفوا المحتاج، تعرفوا الارمله، يعرفوا اليتيم، يعرفوا مساجد البلاد اللي ساهم في بنائها، يعني كما هذا نشهد عليها انا، يعني كنت مرافق نتاع، يعني كل هذه كانت اعمال يعني تطوعيه من عنده. يعني الانسان هذا مما يدل انه فيه بذره الخير، فيه بذره الايمان، فيه بذره الاسلام، فيه بذره يعني ربي سبحانه وتعالى ديما حاضر في قلبه، يعني ولكن بعد ما تم هذا الامر يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا نحن واش نطالب انه الانسان هذا يمكنوه انه يدخل، يعني نذكر انه ماهوش هنا في الجزائر، خارج قطر الوطن. نعم هو في تركيا. ويعني انا يعني ديما مع العائله، مع الوالده نتاعو كي كلمها وكذا، يعني تبكي وهو يبكي، نخرج كذلك انا نبكي، يعني هذه الشهاده لله، يعني امر يعني لا يطاق والله، يعني تنوء الجبال بحمله. واش نطالبوا من رئيس تبون القاضي الاول في البلاد، نطالبوا من وزير العدل حافظ الاختام انه يسمح لهذا الانسان انه يرجع، ويعني يضمنوا له محاكمه نزيهه، كما قلنا يعني الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل واسمه العدل. الانسان هذا يفوت في العداله نزيهه، وحنا ثائقين يعني في القضاء نتاعنا في الرئيس نتاعنا تبون حفظك الله السيد الرئيس، اذا كنت في الاستماع ان شاء الله تسمعها، ان الانسان هذا يفوت في المحاكمه كما قلنا، له ما له وعليه ما عليه، ويرجع. يعني كيف ان الانسان هذا ما هد بونكات، ما سرق، ما ولا ارهاب، لا حاجه، يعني الناس قاعد تفوت في الامور. اغلب الظن ان الصوت نتاعو لم يلحق الى السيد رئيس تبون حفظه الله، ما لحقش الوزير العدل حفظه الله. اذا نحن كمواطنين باسم سكان المنيعه جميعا اللي قلنا قاعد يشهدوا بهذا الشيء، ومن بينها وجامع السونتر هذا اللي مول يعني تمويل كبير، والان راه حبس من راه الانسان هذا حبس المسجد هذا. لذلك ان شاء الله المسجد راه يدعو له، والمساجد الاخرى اللي ان شاء الله اليتامى يدعوا له، ان شاء الله الارامل يدعوا له، ان شاء الله الشعب كاع اللي كان ياكل من تحته يدعوا له. وكذلك بصفتي الخاصه كذلك ندعو الله سبحانه وتعالى، ندعو الله سبحانه العدل الحكم العدل اللطيف انه يمكنه انه يرجع يشوف الوالدين تاعو اللي راهم يعني في حاله يرثى لها لا 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 محمد رسول الله 3 سنين ولا كذا وبرا. سيد الرئيس، سيد القاضي الاعلى للبلاد، نطلب منك انك تنصف هذا الانسان ويرجع لوليداته، يرجع للوالدين، يرجع للبلاد، ويرجع للاعمال نتاعو، يرجع له حقه إن كان له حق. إن شاء الله وعنده حق، نحن على يقين أنه عنده حق الإنسان هذا. ويعني كما شفت يعني الناس كاع راه شاهد له بالخير، شاهد له بالحق، شاهد له بأنه يعني مظلوم، إلى غاية إثبات ذلك عن طريق الطرق القانونية والعدالة الشريفة والنزيهة لدولتنا، دولة القانون إن شاء الله، دولة الجزائر الجديدة. وكذلك القاضي الأعلى كما قلنا الرئيس تبون، يا سيد الرئيس، يا سيد الرئيس، يا سيد الرئيس، 3 مرات نناشدك أن الإنسان هذا ينال يعني محاكمة عادلة، يدخل بلاده كما قلنا بضمانات باش يعني يحق الحق ويزهق الباطل إن شاء الله بإذن السميع العليم. وثاني مرة أشكركم قناة الأجواء على هذه المجهودات التي تقومون بها من أجل إحقاق الحق. احنا نتمنوا نطلبوا من السلطات، من رئيس الجمهورية، فتح تحقيق في حق هذا المقاول هذا عبد الكريم هذا ومولاي إبراهيم. كانت عنده شركة من أحسن الشركات يعني في الولاية هنايا، وإنسان ربما كان وقتلوا أمور يعني
في التسيير. مالك نطلبوا احنا من السلطات الانصاف تاعو. ربما الانسان هذا غلط ولا حاجه، بصح حنا نشهدوا عليه لا الخير. انا راه جاري انسان ما شاء الله، انسان خدام، انسان نشهدوا عليه كل الخصائل الحميده الحمد لله. نقول لكم انا مولاي ابراهيم هذا المقاول انسان شريف، وكان مجتهد، وكان يعمل يخدم الشباب، كان يعطي الشباب اللي يخدم شي فوتيمي. هذاك تحارس عند مولاي ابراهيم كان قايم به يعطي الصحه، وكنت حارس كان حاط عنده بارك حدا السجن تاع المليعه، تحارس عنده ايامات، ويعطي الصحة، وإنسان مجتهد، وربي يطلق سراحه إن شاء الله، وربي يزيد له في ماله، وإن شاء الله يقع إن شاء الله ظلم حد واحد ما خلص واحد، ربي يخلص لهم إن شاء الله الدين تاعهم، هو إنسان مجتهد ونشكره. والله العظيم هذا موضوع السما جيتونا عليه، السما يخص بمولاي عبد الكريم مولاي إبراهيم، السما والله حاجة كبيرة. جانا البلاد 2012 جا دارنا مشاريع هنا في البلاد، خدم لنا الطرقات كاع نتاع البلاد. سما والله نطلبوا من الدولة تحرر له سما حقه وتحاكموا محاكمة مليحة. بالنسبة للكلام اللي نقوله مولاي عبد الكريم، أنا نقول مولاي عبد الكريم نقول له إن شاء الله راه الدولة دروك راهي الدولة الجزائر الجديدة مع هذا الرئيس تبون، راه باين عليه باغي يخدم البلاد وباغي يجمع أولاد البلاد. نهضروا كاع على هاد الناس اللي راهم خارجين برا، واللي اي واحد عنده مشكل. كاينه عداله الحمد لله، وراه العداله دوك راه بغات تنفصل على الاخر على السياسه والاخر. يا خويا اللي عنده حق يجديه. يا كان عبد الكريم هو كرش ما فيهاش تبن، ما عنده ما يخاف من حتى شي خوف لا من مولانا. نطالب السلطات والعداله والاخر تفصلوا في هذه القضيه هذه، تفصلوا في هذه الامور. لا كاين حاجه احنا اللي ما لناش عارفينها وما داخله لروسنا وعندهم لا بيناتهم هما، يا خويا يجوا ويفرها على الطابله وحده. وكاين العداله اليوم كل واحد يدي حقه، يدي العداله يا خويا تفصل في الامور. وهو راه يقول انني مستعد اني نواجه كل العداله. هذا كلام معقول. هذا من يقول لك واحد انا منين تقول لي انا راني سارق، ونقول لك هات لي الدليل باش راني سارق، هات لي الدليل باش راني سارق نمشي نخلص. حتى هو يا خويا الا ما عنده حتى شيء وعارف روحه راه مظلوم وعارف روحه بريء وعارف روحه الاخر، يجي يا خويا الضمانات اللي تعطيها له السلطه، يعطيها له تبون. هو اللي باغي الجزائر الجديده يعطيها له تبون هو يعطي الضمانات، ووزير العدل يعطيه الضمانات، ويجي يا خويا. ماهوش كيما وحدين يرحم الله والديك شادين شق البحور وباكين يخربطوا لنا في المشاكل ويخربطوا لنا ويديروا فتنه في الشعب ويديروا في الاخر. لا، ما زلنا مشاهدينا الكرام متواجدين بولاية المنيعة، وبالضبط رانا أمام مزرعة مولاي إبراهيم عبد الكريم. هذه المزرعة اللي راكم تشوفوا فيها اليوم ربما راكم تتساءلوا تقولوا علاش راهي هكذا. في السابق هذه المزرعة كانت تقدم الكثير للمواطن وللاقتصاد الوطني والمنتوج الفلاحي أيضا، واليوم راهي أرض قاحلة، يعني أرض بدون تقديم أي منتوج. وإحنا حبينا نتقدموا أكثر ونتقربوا أكثر لأصحاب هذه المزرعة حتى يعني يوفيونا أكثر بالتفاصيل حول سبب توقيف هذه المزرعة وتقديمها للمنتوج أيضا، باش نتقربوا أكثر ونعرفوا أكثر أيضا علاش هذه المزرعة راهي متوقفة. راح نتبعوا معنا مع مولاي إبراهيم محمد كل التفاصيل. راه معنا مولاي محمد إبراهيم باش يفصل لنا أكثر على هذه المزرعة علاش ما راهيش تقدم المنتوج. محمد مرحبا بك. بك ولا المزرعة هذه فيها واحد 1350 هكتار، منها هذه 350 هكتار شراها خويا على واحد المستثمر، شراها عليه وزاد اكستونسيون معها 1000 هكتار فيها 23 فراج. هذه 1000 هكتار اللي فيها 23 فراج. بالنسبة لهذه المزرعة هذه 350 توقفت عن الإنتاج بأسباب مالية، يعني الشركة ما عادش طايقة تقوم بالتكاليف اللي تطلبها المزرعة،
كانت في 2019 من المزارع النموذجية خضراء، تنتج فيها القمح، فيها المايز، فيها الدقلة، فيها الانجاز، فيها العنبة، كانت تنتج في خيرات كبيرة. واليوم الله غالب راكي تشوفي فيها توقفت الانتاج والسقي راها كيما نقولوا بالسيف تسقى. اسمح لي برك، يعني انا حبيت برك نعرف تانيك المشاهدين علاش توقفت المزرعه والسبب الرئيسي اللي خلى هذه المزرعه تتوقف وما تقدمش المنتوج. السبب الرئيسي هو صرالنا مشكل مع 1000 هكتار هذه، صار لها حجز وحبوا يبيعوها في المزاد العلني، وهذا 1000 هكتار عندها عقود تابعين لأملاك الدولة، يعني ما تنجمي لا تبيعيها لا ترهنيها لا يعني ما تنجميش تصرفي فيه. احنا نعرفوا طبعا يعني كل الاراضي ولا اي حاجه تتعلق باملاك الدوله ممنوع انها تتباع، ولا ممنوع انها يعني اي شخص يدنا لها ولا يحوس يستولي عليها. ممنوع نهائيا، يعني تابعه املاك الدوله، ما فيهاش شرط فاسخ، لازم يخرج لها شرط فاسخ باش تعود ملك للشخص هذا اللي راه مستثمر فيها، هي ما عندهاش شرط فاسخ. وبالنسبه للجهه هذه منها تاع 350، يعني الشركه كي توصل لها تنهبت وتسرقت. انا ناشد رئيس الجمهوريه انه يساعدنا ويفتح تحقيق والقضيه هذه يعطيها بعين الاعتبار كما نقولوا، والعداله تاخذ مجراها. هذا واش نقول لك. السلام عليكم. واش نقول لك اختي، هذه المزرعه هذه كانت قبل مزرعه نموذجيه بامتياز، وكانت الشباب نتاع القريه هذه هنايا، هذه حاسي غانم اللي تبعد 60 كيلو على مني انايا، نصف الشباب نتاعها كان خدام في المزرعه هذه. ونزيدك حاجه واحده اخرى، هذه المزرعه كانت تقدم للمنيعه هنا ولا المجتمع نتاعنا كما نقولوا الوطن بصفه عامه. اللي معليش يا سيدي هذا الانسان بغيتو تحزوا عليه، هو راه المشكله احزز عليه، بصح احزز على المداخيل نتاع المزرعه. علاه تحزز على المزرعه هي في ذاتها وترجعها بعد ما كانت منتجه، ترجعها ارض بور. للاسف كما رانا نشوفوا فيها اليوم فيهاش حتى منتوج، ما كان حتى منتوج. راهي المزرعه هذه راهي متوقفه، والشباب اللي كان خدام فيها راه شباب بطال. نطالبوا من رئيس الجمهوريه ومن العداله نتاعنا، هذا الشاب هذا الى راه معول يدخل، ماذا به يدخل هو الجزائر. هو كما كان قال لنا انا حاب ندخل الجزائر، انا نحتاج ضمانات يعني اللي تخليني ندخل الجزائر، ويعني ما تعرضوش للاذى، ومستعد انه يواجه كل يعني سواء كانوا رجال الاعمال اللي عندهم كما نقولوا يسلهم دراهم او يسلوا لهم عفوا دراهم، ولا حتى مع العداله ايضا هو مستعد لكل شيء. تخيلي انت هذا الشاب راه يخدم في صوالح وعنده 3 شركات، شركه للاشغال الكبرى نتاع الطرقات ومنها، وساهم في كما نقولوا في عنده محجره، المحجره توقفت، والشركه تاع كما نقولوا الاشغال الكبرى توقفت، والمزرعه توقفت. واش نقول لك، نتناشدوا رئيس الجمهوريه يشوف فيه كما نقولوا بوجه الرحمه ولا بوجه المهم يضمنوا له محاكمه عادله. خاصه خويا يعني ناشدوا رئيس الجمهوريه كامل من امام هذه المزرعه، وهذه المزرعه اللي ذكرنا مرات عديده راهي في ولايه المنيعه، يعني في الجنوب الجزائري، وكما احنا كنا في المنيعه في وسط المنيعة، باش جينا لهذه المزرعة يعني 60 كيلو أو أكثر. يعني واش نقولوا لما نقولوا من الوسط الولايه الى المزرعه، يعني راهي منطقه من مناطق الظل، والسيد عبد الكريم استثمر في هذا المكان وفي هذه المزرعه، وحاول بقدر يعني الامكان انه يقدم يعني للاقتصاد الوطني يعني للفلاحه ايضا وللدوله الجزائريه بصفه عامه. ربما سيدي يعني رساله او نداء توجهه للسلطات المعنيه والى السيد رئيس الجمهوريه من امام هذه المزرعه.
أنا ناشد رئيس الجمهورية ووزير العدل شخصيا أنه يضمن محاكمة عادلة للشخص هذا، وهو مستعد يدخل، ما عنده حتى مشكلة. هذه هي الحاجة، يضمنوا له محاكمة عادلة. هذا ما كان يتحاكم محاكمة عادلة وما عندوش مشكل. قال لك أنا لا راني غلط في حق هاد الناس ما عنديش مشكل نخلص، ولا راهم داين لي حقي يخلصوني في حقي وخلاص. القول أنا الناشد سيد رئيس الجمهورية أنه يقول باللي قد يدعم الشباب في الفلاحة. ها هو شاب طموح عنده استراتيجية باش يكون من المشاركين في اقتصاد الدولة ويشارك في السلة الغذائية. على كل حال ماذا بي نشوفوا ليلي وعندي قدام السور وعندي الأرض. هذا مرة أعطاني دي كومبليكاسيون أسباب ليا ولدي. أنا نريد نطلب منكم يا سيد الرئيس ويا سيد وزير العدل تراجعوا وشوفوا هذا حكاية نجحت الشركة نساعد الكريم. انت قول عبكش تقول لهم انا ما تهمنيش دراهم وما تهمنيش الشركه قد ما يهمني وليدي عاودي وليدي. انا مش همتني الدراهم ولا همتني الشركة، انا همني غياب نتاع ولدي، غياب نتاع ولدي ما مثال بدون تراب باينة بدون تراب. كل شيء لا له في بعضهم بعض. ما أعطونا عزان، ما قالوا على واش، ما خبرونا منور أو شيء للعقائدنا. بالنسبة للأخ الزميل عبد الكريم مولاي إبراهيم، هذا الإنسان والله يشهد الله، هذه شهادة حق ولا يزكي على الله أحدا. نعرفه من حالات الصبا وهو شاب، نعرفه إنسان طموح، إنسان متخلق، إنسان محب للخير. نتمنى أول شيء من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومن وزير العدل، هذه أمانة راهي على أعناقهم، ماذا بهم ينصفوا هذا الإنسان ويفتحوا تحقيق شامل فيه. وهذا الإنسان راه خدم عدة مشاريع في مدينة المنيعة، وكل سكان المنيعة يشهدوا بهذا العمل نتاعو. إنسان طموح وإنسان نزيه ومتخلق، وكان يعاوننا في عدة مجال. أنا بصفتي كإمام كان يعاونني في المسابقة نتاع الأطفال الصغار في حفظ القرآن الكريم، كان دائما يخصص مبلغ. هذه شهادة حق نتحسب عليها يوم القيامة. ساهم في عدة جمعيات وفي عدة مشاريع وحتى في المساجد، هذه اللي نشهد بها أنا. كان يجيب لي المبلغ ويقول لي قسموا على الطلبة حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى. إنسان متخلق وعندي ضمير وعندي إحساس باللي هذا الإنسان مظلوم ومتهوم. ماذا بينا يفتحوا تحقيق شامل. إذا كان صاحب حق ينصفوه ويعطوه الحق نتاعو، إذا كان مظلوم يخلوه يرجع للوطن نتاعو والأهل وعائلته بضمانات تاني يرجع. ماذا بينا يرجع بضمانات ويحاكموه محاكمة عادلة. لا ينبغي مع الإنسان نخلو إنسان مظلوم هكذا متشرد عن عائلته وعن والديه وعن بلاده، وهو متشوق باش يرجع وباش يخدم. وهذا الإنسان قلت لك شهادة حق أنه إنسان عندي شعور وعندي هكا سأسأل عن هذا الشيء يوم القيامة باللي إنسان مظلوم. افتحوا. نطالب من وزير العدل، نطالب من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الدولة، أن يفتح تحقيق شامل وتحقيق عميق جدا في قضية هذا الشخص مولاي عبد الكريم إبراهيم. خاصة مولاي عبد الكريم إبراهيم راهو مستعد أنه يواجه كل ما يتعلق سواء بالعدالة أو بالأمور أخرى. الإنسان هذا لأنه صادق، لأنه مظلوم، لأنه إنسان خاطئ الشبهة. كاين الناس كانت تحوس عليه عني باش تكسروا. هذا الانسان شاب طموح جاي يخدم في مشاريع كبرى هنا في المنيعة، والبصمه نتاعو راهي هنا واقع على عين في الواقع. ماناش نذكروا فيها القاصي والداني يشهد له. وانسان متخلق، انسان عائله طيبه، والشجره الطيبه تجيب الثمار الطيبه. هذا الانسان عندي انا نقول لك من هنا نرفعها
لأن هذه الشهادة سأسأل عنها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذا الإنسان إنسان نزيه، إنسان خدام، شاب طموح جاي يخدم في بلاده وعنده واحد إرادة كبيرة كبيرة كبيرة. نتمنى الله تبارك وتعالى أننا يبين لنا الحق. وكان بسببه كان 300 أسرة، نديروا هذه الأسرة عندها غير فرد ولا فردين، كانت تسترزق من هذا الإنسان بسبب هذا الإنسان، بسبب هذه المشاريع اللي دايرها. والله ظلما وبهتان أننا هذا الإنسان نظلموه ونتهموه بهذه التهم. ما عندي إحساس باللي هذا الإنسان مظلوم، وربي إن شاء الله ينصر المظلوم ويعاقب الظالم. وربي إن شاء الله عندنا يقين في الله إن شاء الله لا يخيب، وعندنا حسن الظن بالله تبارك وتعالى أنه هذا الإنسان هو أدرى به ويعرفه أكثر من نعرفه إحنا. ولكن هذه يشهد في شهادة حق، لأنه هذا الإنسان نعرفه من حالة الصبا، وهو شاب نعرفه باللي إنسان متخلق، نعرفه باللي إنسان عنده واحد الحماس أنه يدير بصمة في بلاده ويخدم بلاده. فبعشية وضحاها نسمع باللي هذا الإنسان راه تكسروا منه. هذه ما تقدرش نستوعبوها. نطالبوا من رئيس الجمهورية، نطالبوا من رئيس وزير العدل يفتح تحقيق شامل وتحقيق عميق جدا ويبين لنا الحق. إذا كان هذا الإنسان مظلوم ينصفوا ويعطيه الحق نتاعو ويرجعوا معزز مكرم ويرجعوا يمارس أعمال اللي كان يعملها في السابق. وإذا كان إنسان ظالم ربما أشياء لا نعلمها احنا، ياخذ القانون مجراه ويأخذ كل ذي حق حقه. ونتمنى كذلك من المسؤولين الكل على حسب مسؤوليته يتحمل المسؤوليه ويعرف الامانه اللي راه متحمل على العاتق نتاعو ان شاء الله. ونتمنى يا ربي ان شاء الله يفرج على هذا الشخص مولاي عبد الكريم، مولاي ابراهيم عبد الكريم، يفرج عليه ان شاء الله ويرجع الاب، وراه الاب نتاعو حتى راه في حاله صحه مرض. ونتمنى يرجع لاسرته ويرجع لبلاده ولحضن بلاده ان شاء الله ويخدم كما كان يخدم. ونتمنى ثاني من هذه العائلات ان شاء الله ترجع تسترزق كما كانت تسترزق ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله لا الخير للبلاد، وربي ينصركم ويحفظكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، كما راكم تشوفوا فينا اليوم رانا متواجدين امام مقر مديريه املاك الدوله. احنا كنا في السابق اتصلنا بمدير املاك الدوله، كان يعني هو مدلنا موعد لنهار اليوم حتى نتحدثوا أكثر حول قضية مولاي عبد الكريم إبراهيم، حول مزرعتهم أيضا، لأنه هذا المزرعة متواجدة بولاية المنيعة ومديرية أملاك الدولة بولاية غرداية. فكان هذا هو السبب الرئيسي أنه احنا نتنقلوا لمديرية أملاك الدولة ونتكلموا حول هذا المزرعة. هو كان كما قلت لكم أعطانا موعد لنهار اليوم، لكن للأسف في آخر لحظة يتصل بنا مدير أملاك الدولة ويقول أنا ما نقدرش نصرح حول هذا المزرعة. أنا بصفتي لما سألته وقلت له علاش ما تقدرش تصرح، وش قال لي هو؟ قال لي هذه القضية راهي متعلقة بالعدالة. طبعا هي محجوزة نعم في العدالة، لكن بإمكانه مدير أملاك الدولة أنه يصرح، يعني يعطينا بعض الآراء حول هذا المزرعة، يعني وبعض المواضيع احنا كنا محتاجين أنه نفهموهم منه أكثر، لكن هو رفض في آخر لحظة. علاش رفض؟ يبقى السؤال مطروح وتبقى علامة استفهام. إذا مشاهدينا الكرام، كما تابعتم معنا كانت هذه أبرز التفاصيل المتعلقة بشركة مولاي إبراهيم عبد الكريم للأشغال الكبرى. إذا كما يأمل أيضا الرأي العام في إيجاد حل نهائي لهذه القضية الشائكة التي تبقى مفتوحة للمتابعة. وأيضا هنا يبقى حق الرد مكفول لكل الأطراف التي لديها إثباتات ضد ما يقوله صاحب شركة مولاي إبراهيم عبد الكريم. بقي الآن أن نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.